عاجل الآن وفاة العداء إسلام زاوي الذي سبق له وحصل على ميدالية ذهبية في اختصاص 100 متر في البطولة الجامعية لألعاب القوى 2022. ونشرت وزارة الشباب والرياضة في الجزائر وعبر صفحتها على الفيسبوك تعزية خاصة عقب انتشار خبر وفاة العداء إسلام زاوي، حيث قالت فيها: ببالغ الحزن والأسى وتسليما بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى العداء إسلام زاوي. ويشار إلى أن إسلام زاوي كان طالبا بكلية التكنولوجيا بجامعة بومرداس، وهو حاصل على الميدالية الذهبية في اختصاص سباق 100 متر في البطولة الوطنية الجامعية لألعاب القوى سنة 2022. ووزير الشباب والرياضة عبد الرحمن حماد يعزي عائلة الفقيد وأقاربه وكل العائلة الرياضية في وفاة إسلام زاوي، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. نسألكم في التعليقات الدعاء له بالرحمة والمغفرة.